السلام عليكم. وصفتنا النهارده ان شاء الله هتكون هي بلح الشام. هنعمله بطريقه اقتصاديه بدون بيض وبدون سمن، وهنقول كل التكات اللي هتخليه ينجح معاكي. هنجيب ووك وهنحط فيه كوبايه ونص من الميه، وهنحط كمان معلقه ونص من السكر، واتنين معلقه من الزيت، 2 معلقه كبيره من الزيت، وهندوبهم كويس لغايه السكر ما يختفي بالشكل ده. واول الميه ما تغلي هننزل بالدقيق اللي هو عباره عن كوبايه وربع من الدقيق. بس لازم اول الميه ما تغلي على طول، ما نسيبهاش شويه ولا اي حاجه، اول ما تغلي على طول ننزل بالدقيق. وهنحط كمان 2 معلقه من الكاسترد، وهنحط ذره ملح، وهنقلب كل المكونات بسرعه. بس هنطفي على النار، وبعدين نقلب في المكونات دي لغايه ما تصبح معايا عجينه ملمومه. اول ما تقلبي هتحسي ان هي مش ناجحه معاكي او اتلخبطت معاكي، لا، استمر في التقليب لغايه ما تلاقي المكونات اصبحت عجينه معاكي ملمومه. وزي ما انتي شايفه كده العجينه اتلمت معايا وبقت مظبوطه. هنزلها بقى وهسيبها تبرد، وبعد كده هعجنها. هتفضلي تعجني فيها كده لغايه ما تبقى معاكي ناعمه خالص، عجينه ناعمه خالص. وزي ما انت شايفه كده كل ما بعجن فيها كل ما بتنعم معايا. طبعا لازم تسيبيها تبرد. شايفه بقت عجينه ناعمه خالص ملساء، شايفه ما فيهاش اي تكتلات او اي حاجه، بقت ناعمه جدا. لو لسه سخنه هسيبها تبرد خالص عشان تكون سهله في التشكيل. ودلوقتي بقى هسيبها تهدى شويه، هغطيها بكيس او بفوطه. مش هسيبها مكشوفه عشان ما تنشفش، على ما احضر بس التاب اللي هعمل بيه او الكيس الحلواني اللي هعمل بيه. هاخد بقى قطعه كده وهحطها في الكيس، وهنشكل بيه مع بعض، وهنشوفه ان هو قد ايه الكيس ده فاشل، ما ينفعش البلح الشام، علشان عجينة بلح الشام عجينة قاسية شوية او جامدة شوية، ما تستحملش الكيس ده. الاكياس دي بتتباع كده الكيس بجنيه تقريبا، او بيتباع باكت كامل بيكون فيه 25 واحدة، فده ما بينفعش البلح الشام. تقدري تستخدميه لحاجات تانية زي كريم شانتيه او اي حاجات خفيفة، لكن عجينة بلح الشام بتكون جامدة شوية، ما يستحملهاش الكيس ده. فأثناء وأنا بشكل اتقطع مني. هيعمل كام واحدة كده بس، طبعا الحجم اللي انت عايزاه، لو عايزاها بالحجم الصغير ده أو عايزاها بالحجم الكبير. وفي حاجة كمان، وانتي بتشكليه لو العجينة سخنة شوية بيكون في صعوبة وانتي بتشكليه علشان يطلع من الكيس او من التاب، لكن لما العجينة بتبرد بتلاقيه بيطلع معاكي بكل سهولة. وبيكون الافضل انك تضغطي من الجزء اللي بعد التاب على طول، بحيث ان تبقى سهلة معاكي وتطلع بسرعة العجينة، لان لو ضغطتي من فوق بيكون في صعوبة جامدة قوي اثناء التشكيل او وانتي بتطلعي العجينة. ولما العجينة بردت بقت سهلة معايا كده في التشكيل، بقت بتتشكل بكل سهولة. او الفورمة دي بدأت انزل منها الجزء الكيس اللي عندها بدأ يتقطع زي ما احنا شفنا، فغيرته واسلم حاجة اللي هو الكيس القماش ده اللي بيستحمل عجينة بلح الشام. فافضل شيء ان انت تستخدمي ده بيكون موجود عند مستلزمات الحلواني، بتقولي له عايزه كيس قماش. بقى اثناء التشكيل لازم تضغطي العجينه كلها، تمليها من الجزء اللي تحت وتضغطيها كويس بحيث ما يبقاش فيها فراغات، علشان دي بتتفتح اثناء القلي. يعني لازم تضغطي عليها كويس جدا، تكون العجينه كلها ملمومه تحت او مضغوطه من تحت، ماليه الكيس من تحت، بحيث ان وانتي بتطلعيها ما يكونش فيها اي فراغات. اثناء القلي بتتفتح وبيبقى شكلها مش ظريف، وبيروح الشكل بتاعها اللي احنا شايفينه ده. وبعد ما نخلص الكمية نبدأ بقى نقليها، لازم يكون زيت غزير شوية، ولما الزيت يسخن نبدأ ننزل ببلح الشام ونقلبه تقليب مستمر علشان ياخد لون موحد من جميع الجهات بالشكل ده. وزي ما احنا سمعنا كده صوت القرمشة، يعني طالع مقرمش، معناها ان هو ناجح وكمان محتفظ بالرسمة بتاعته. كل الحاجات دي دليل على نجاحه. وبعد ما نخلص الكمية كلها هيكون بقى عندنا شيرة او سيرم وسط، هيكون لا تقيل ولا خفيف، يعني هيكون قوامه كده وسط.
هننزل فيه بلح الشام وهنقلبه. لو انت بتحبي فيه الشربات او الشيرة تكون كتيرة تقدري تسيبيه شوية او تقدري تحطيه وتطلعيه في ساعتها زي ما تحبي. وبعد ما تطلعيه تقدري تحطيه في مصفى تصفيه شوية، او لو بتحبيه بالشربات بتاعه تقدري تحطيه على طول في الطبق. تعالي بقى اسمعكوا صوت القرمشة بتاعته. لايك كتير بقى للي بيحبوا بلح الشام. ولو اول مرة تشوفوا قناتي ادخلوا اعملوا اشتراك او سبسكرايب مع سفرة ايدي. سلام عليكم واشوفكم على خير في فيديو جديد.